بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يعني شكل مهم جدا لان الزمالك في مكانه افضل من كده. تمام. الحاله اللي وصل لها نادي الزمالك بالشكل ده كده انت خرجت بره الكوره، وكل شويه مؤتمر. وللاسف على فكره خد بالك المؤتمر اللي بيتقال او اللي بيطلع كده، لا انا دايما بشوف لقطات منه. المؤتمر ما فيهوش فايده لنادي الزمالك ولا فيه فايده للجمهور. انا كجمهور بشجع كوره، انا مالي بالورق واقعد اعمل ورق وغلط في هي النقطة يا كابتن ابراهيم، معلش بدون قطع كلامك، هو مؤتمر انا طالع بتكلم صفتي ايه؟ دي نقطة لا دي مهمة. ما دي ما هو نقطة. بعد الجواب اللي احنا عرضناه ده، هو بعد مداخلة مثلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة معانا في خبر حصري قالوا لينا ان فعلا تم العزل بشكل رسمي، وده اللي احنا ماشيين بيه. ده كلام الاستاذ محمد الشاذلي معانا في البرنامج. تمام. فكل الحاجات دي بتدل على ايه؟ ان حكم المحكمة اتنفذ. ما هو انا طب انا طالع اتكلم بصفتي ايه؟ ما هو دي النقطة الكلام بس اللي احنا فيها. بنشوف ان هو ان هو بيتكلم بصفه ان هو رئيس نادي. يعني اصل ان انت حد يخش، يعني انا دلوقتي مثلا يعني كابتن وائل مثلا يعتبر من ولاد نادي الزمالك. هل ينفع كابتن وائل مثلا يخش نادي الزمالك يعمل مؤتمر ويقف ويجيب مصورين ويجيب صحافه ويجيب اعلام؟ مش ممكن. يعني اكيد الموضوع غلط. بص انت عارف لو الموضوع في مؤتمر بتطلع تحاول تحل مشكله بيمر بيها نادي الزمالك، بتحاول توعد. يعني دلوقتي لما رئيس نادي، اي رئيس نادي بيجي يطلع بيعمل رساله للجمهور، بيوصل الصوره يعني حته من نوع التفاؤل، مش حته من نوع ان في مشاكل. تمام. يعني ده طبيعي ان انا بقول ان انا بوعد مثلا جمهور نادي الزمالك ان الفتره الجايه هنجيب صفقات افضل. تمام. هنحاول ننافس الموسم الجاي بشكل افضل، لان نادي الزمالك بعيد عن بطوله افريقيا بقاله فتره كبيره جدا. المفروض بشوف الحاله اللي موجود فيها نادي الزمالك. للاسف كل الاجواء اللي موجوده في نادي الزمالك هتلاقي معظم الناس اللي موجودين ما لهمش علاقه بنادي الزمالك. وحتى اللي موجود هتلاقيه مع احترامي لان هو منتمي مش لنادي الزمالك. مش لنادي الزمالك. مش لنادي الزمالك، هو منتمي لشخص. سواء مع احترامي في الناحيه الاعلاميه، ودي باينه جدا، سواء الناس اللي بتقعد بتتكلم عن نادي الزمالك ما بيتكلموش عن نادي الزمالك خالص، بيتكلموا على شخص. انا عارف ان الكلام ده هيزعل، بس والله الحاله اللي موجود فيها نادي الزمالك حاجه تحزن. طبعا حاجه تحزن جدا، لان باينه جدا للناس ان الاشخاص اللي فعلا بيحبوا نادي الزمالك مش بيتكلموا عن نادي الزمالك، هم بيتكلموا مجرد لشخص. هل نادي الزمالك وصل لمرحله ان بقى الانتماء لاشخاص مش للنادي؟ دي تبقى مشكله كبيره. طب خلينا مفاجأة جديدة في أزمة عقوبة كهربا ومرتضى منصور. يا ترى ايه مصير عقوبات كهربا ومرتضى منصور بعد حجز طعن الأهلي على لجنة الانضباط للحكم؟ كشف مصدر داخل اتحاد الكرة تفاصيل الموقف الحالي بشأن التظلمات المقدمة من محمود كهربا لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على العقوبات صادرة ضدهما من لجنة الانضباط، وذلك بعد حجز محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي للطعن على قرار تعيين لجنة الانضباط للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلنا عارفين ان النادي الاهلي وكهربا او النادي الاهلي طعن على لجنة الانضباط ورفع قضية قدام القضاء الاداري، وبعدين النادي الاهلي يعني تراجع في موقفه ونهى الخصومة مع اتحاد الكورة، فالمفروض القضية خلصت. لكن القضاء الاداري كان له او المحكمة القضاء الاداري كان لها رأي اخر، وما التفتتش لانسحاب النادي الاهلي او الخصومه بتاعت النادي الاهلي، انه ما بقاش في خصومه النادي الاهلي واتحاد الكوره، وحددت جلسه للحكم في 25 يونيو المقبل، او حجزت الطعن، حجزت للحكم، حجزت لجنه الانضباط للحكم بجلسه 25 يونيو. وفقا لما ذكره المصدر، فمن المنتظر ان تواصل لجنه التظلمات برئاسه المستشار عادل الشربجي تعليق نظر التظلمات المقدمة من كهربا ومرتضى منصور لحين صدور الحكم في دعوى الطعن على شرعية قرار تعيين لجنة الانضباط. وأوضح المصدر أن إعلان النادي الأهلي منذ أيام ترك الخصومة في الدعوى المشار إليها لم تلتفت إليه لجنة التظلمات، حيث تتمسك اللجنة بورود اخطار رسمي
إليها بشأن مصير دعوى النادي الأهلي، سواء برفضها أو قبولها أو انقضائها تماما بعد تنازل الأهلي عنها، وذلك حتى يتسنى للجنة التظلمات عقد جلسة ونظر التظلمات المقدمة من محمود كهربا ومرتضى منصور. وشدد المصدر على أن لجنة التظلمات ستنتظر القرار النهائي بشأن دعوى الأهلي، والمنتظر صدوره من محكمة القضاء الإداري في جلستها المقررة يوم 25 يونيو المقبل. وفي ضوء ذلك القرار ستحدد اللجنة موقفها من نظر التظلمات المطروحة أمامها على العقوبات الصادرة بحق كهربا ومرتضى منصور. يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة عاقبت محمود كهربا بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه 1,000,000 جنيه بداعي إساءته لنادي الزمالك، فيما عاقبت اللجنة مرتضى منصور بحرمانه من دخول الملاعب لشهرين بجانب تغريمه 300,000 جنيه بداعي إساءته للاعب الأهلي محمود كهربا. يعني الموضوع رايح فين؟ واضح ان الموضوع لسه مكمل في أزمة كهربا وانسحاب النادي الأهلي من القضية أو تراجع النادي الأهلي من القضية. القضية مكملة بوجود الأهلي في الموضوع أو عدم وجوده، خلاص القضاء هيقول كلمته يوم 25 يونيو المقبل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.